المنتخب المصري المتواجد في المجموعة الثانية في الكان يشارك المرة 26 في تاريخه من أصل 34 كصاحب الرقم القياسي في عدد المشاركات. مصر تسعى لمواصلة فرض سيطرتها على القارة السمراء بعد ما توج بالكان في 7 مناسبات سابقة، وهو رقم قياسي في عدد التتويجات، أرقام كبرى بالنسبة للمنتخب المصري، من بينها أكثر من حقق الانتصار في الكان برصيد 60 انتصار، أكثر المنتخبات اللي تمكنت من تحقيق اللقب دون تعرض للخسارة في 5 مناسبات، كذلك أطول سلسلة تتويج باللقب. عمل الانجاز هذا بعد ما توج بكان 2006 2008 وكذلك 2010. اول لقب كان توج به في نسخه 59، في حين كان اخر لقب في 2010 بانغولا. سنوات التتويج هي 57 بالسودان، 59 86 و2006 اللي كانت استضافتهم بوركينا فاسو، 98 2008 في غانا، وانغولا 2010. المنتخب المصري تحصل على مركز الوصافة والميدالية الفضية في 3 مناسبات، سنوات 62 2017 وكذلك 2021، كذلك المركز الثالث في 3 سنوات 63 70 و74. استضافت مصر الكان في 5 مرات، فازت ب3 نسخ، في حين اكتفت بالمركز الثالث في نسخة 74 والثمن النهائي 2019. الفراعنة كانوا قراب من تتويج المرة الثامنة في النسخة الماضية في الكاميرون بعد ما خسروا مباراة النهائية قدام السنغال بركلات الترجيح 4-2 مقابل انتهت وقتها على نتيجة التعادل السلبي. 107 مباراة خاضها المنتخب المصري في الكان، فاز في 62، تعادل في 18 وتعرض للهزيمة في 27 مباراة، سجل خلالهم 161 هدف وقبلت شباكه 91 هدف. قائمة نارية للمنتخب المصري في الكان هذه يتقدمهم نجم ليفربول والبريمير ليج محمد صلاح، كذلك مصطفى محمد نجم نونت الفرنسي. المدرب البرتغالي لوي فيتوري على رأس الإطار الفني للفراعنة منذ 23 سبتمبر 2022، خاض في الفترة هذه 13 مباراة، فاز في 11، تعادل في مباراة، وتعرض لهزيمة وحيدة كانت قدام المنتخب التونسي.